تقديم بلاغ في لاعب نادي الزمالك صلاح سليمان. يعني كلنا صحينا النهارده على بصراحه يعني بوست او تويته او حاجه ما تصحش خالص انها تنزل من لاعب المفروض ان هو بيقول بينتمي لنادي الزمالك. طبعا هو لا بينتمي لنادي الزمالك ولا اصلا يعني ليه علاقه بنادي الزمالك، هو كل اللي لعبه حوالي 5 سنين. طبعا يعني سيبك من ان احنا اصلا في مرحله مفيش كوره وقاعدين زهقانين ومفيش محتوى ممكن نقدمه، بس مش معقوله هيبقى المحتوى بتاعنا اللي احنا نطلع نقل ادبنا على بعض. ده ملوش علاقه بالمحتوى خالص. كان في حلقه جمعتكم انتوا الاثنين وشدتوا مع بعض انت وسام، وجيت بعدها وقعدت تقول له يا اللي مش عارف ايه وده قال لك، وسام طبعا التزم الصمت جدا. وسام حد من الناس الاهلاويه المؤثرين جدا في السوشيال ميديا، يعني زيه زي اي حد زملكاوي بيحب فريقه وحافظ تاريخه، بيعرف يتكلم بحنكه، الراجل عنده ردود لكل حاجه زيه زي اي حد في الدنيا بيحب فريقه يعني. بس ما توصلش بينا الحال اللي احنا نبتدي نشتم بعض بالام او الاب. انا شايف ان احنا كده طلعنا من فكره الكوره وتقديم محتوى لقله الادب، فشيء طبيعي جدا يخلي وسام يرفع عليه قضيه عن طريق المحامي الكبير يعني محمد رشوان، ويبتدوا ياخدوا اجراءاتهم، وانا معاه ومساند جدا جدا. بص احنا كاهلاويه وزملكاويه يعني صناع محتوى بقى ايا كان سموها زي اي حاجه، بنطلع نتسلى بنطلع نعمل اي حاجه، بنتشتم كتير وما بنردش وما ينفعش ان انت ترد وبتاع. احنا ممكن ننكش بعض نعمل فيديوهات على بعض لما يبقى شخصيه زيك وحد كان لاعب في نادي الزمالك وعنده متابعين، ان يخش يشتم حد بالام ملهاش اي علاقه يعني. بوست مش موفق خالص بالمره. وايه امك مبسوطه من اداء الاهلي؟ ايه علاقه اداء الاهلي بامك؟ يعني حاجه بصراحه يعني ما تصحش، حاجه منتهى قله الادب. خاصه ان صلاح سليمان ده راجل يعني لعب حوالي 5 سنين، كان من ناشئين الزمالك، محسوب على نادي الزمالك، لعب في الزمالك من 2009 لحد 2014. الراجل لعب حوالي 5 سنين ما خدش تقريبا بطولات. الراجل لعب حوالي 60 70 ماتش، جاب له جون، يعني سيره ذاتيه مفيش سيره ذاتيه مفيش طبعا. وانت اصلا بتلعب، وانت بتلعب جماهير الزمالك كانت بتقعد تشتمك وبتنقدك وبتتمنى اليوم اللي انت تطلع فيه. كان عندك اخطاء كارثيه، اخطاء بجوان، مش اخطاء بقى في التغطيه، لا لا لا، تمركزات غلط، اصابات كتير، ما كنتش في الفورمه ماتش تلعب وماتش لا. بديت حلو، بديت حلو كام ماتش، بعد كده رحت في داهيه، خليت جماهير الزمالك كانت اصلا عايزه تمشيك، فانت مش محسوب على حد. بعدها بقى رحت انبي، رحت المقاولين، مش عارف ايه السكه الحديد، يعني قعدت تلف لفه ملهاش اي 30 عايزه واتنسيت. فخلاص بقى مش عشان ترجع تاني للفيتش والحياه هنرجع نقل ادبنا على بعض. يعني انت خدت طريق ما يصحش خالص، انت خدت طريق يا معلم ما ينفعش انت تاخده، فشيء طبيعي جدا اللي يتعمل فيك. طبعا كل الدعم لوسام، واي حد يتم شتمته بالام او بالاب او اي حاجه من الحاجات دي كلها، يا جماعه احنا في الاول وفي الاخر كوره، بنطلع نهزر، بنطلع نتكلم مع بعض، بنطلع نقول لكم اخبار، لكن توصل ان احنا نشتم بعض واب والام لا. جماهير ماشي، انت طالما حطيت نفسك قدام شاشه وطلعت تتكلم باسم الاهلي او باسم الزمالك، طبيعي جدا هتلاقي الناس تخش تشتمك، تقول لك يلا يا امك. انا لو وريتكم والله العظيم 3 كميه الرسائل اللي بتجيلي على الخاص فيها شتيمه، والله العظيم 3، وما برضى اطلعها خالص. بقول يا عم ربنا يهديهم، عادي حد مثلا يا باشا متعصب شويه، حد بيحب فريقه بزياده، انا ممكن اكون بنكش حد، بس والله العظيم 3 يا جدعان انا عمري ما دخلت رديت على حد بقله ادب. عادي يا باشا بشوف واقول ايه يا عم ربنا يهديه وربنا يسامحه. يا جماعه في الاول وفي الاخر دي كوره، في الاول في الاخر ده كوره، وده نكش بينا وبين صحابنا. انت لو بصيت هتلاقي بنقعد ننكش بعض وحاجات وبتاع. المفروض ما نطلعش بره الدايره دي، اللي يطلع بقى بره الدايره دي يبقى يستاهل اللي يحصل فيه زي كده صلاح سليمان. بالشفا هيبقى قلب اخوك.